طب انا اتفرجت على فيلم ازمه، تعال افرجك عليه في 30 ثانيه. بص على التايمر. اولا الفيلم تصنيفه بلس 12، فالنتيجه كانت ايه؟ ان الست اللي قاعده على الكرسي قدام على الشمال خدت بناتها الاتنين وقاموا. فبسم الله الرحمن الرحيم، الفيلم لا يصلح للمشاهده العائليه. ثانيا الاستاذ احمد داوود ما تفهمش ليه عامل لوك خالد الغندور، وطول الفيلم تحس ان شخصيه عيسى دي اهتم، لحد ما سلمى ابو ضيف نفسها تيجي تاكد لك المعلومه. من ضمن الحاجات الغريبه في الفيلم ان الناس دي بتيجي، انا عايز افهم الناس دي بتيجي منين. المفروض ان دي بلكونه، البلكونه دي على النيل، الناس دي داخله منين؟ ماشي صباح النور يا استاذه سلمى، بس حضرتك جايه منين؟ المشهد ده بجد والله، المشهد ده المفروض ان هو مشهد درامي، انا ما شفتوش غير كده. وحشتني قوي. بقول لك واحد خميس اهو. سيبني وتجري يا ابن الكلب. يابا انا كنت جايب الرجاله من على القهوه يابا ساعة. وبعدين ثواني، انا بس عايز افهم هو مين اللي فاهم حضراتكم ان احنا في التسعينات يا عم، في بدايه الالفينات الدنيا عندنا كانت مليطه كده، ان انا قاعد انا وثلاث بنات في الاوضه والباب مقفول عليا. ده انا لما كانت صاحبتي تكلمني على الارضي امي كانت بترفع السماعه من الناحيه الثانيه. فالكونكلوجن النهائي احمد داوود وسلمى ابو ضيف من اتقل الممثلين اللي موجودين على الساحه. فلو عايز تعمل فيلم فيه سفر عبر الزمن اعمل، بس اختار ورق كويس وركز في التفاصيل. والاهم من ده كله ان الشخصيات بقى اللي هتجسدك الناحيه التانيه من 18 سنه دي تبقى مذاكراك كويس. وفي الاخر هي اراء واذواق، لو شفت الفيلم وعجبك اكتب لي في الكومنتات، ولو ما عجبكش اكتب برضه.